مترو حلال في 10 دقايق. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ بما ان كان في بنات بعتالي ازاي برسم حواجبي. انا مش برسم حواجبي وانا نازله، لا انا بصبغها كل اسبوع، كل 10 ايام كده. دي بتريحني قوي 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 في الصيف، فقررت النهارده ان انا هعملها معاكم. بس وانا نازله بستخدم الوكس، بسرح شعر حواجبي لفوق وبس بنزل، فهصبغها معاكم النهارده. بستخدم الصبغه دي بجيبها من واحده سودانيه، هي بتبقى سودا حلوة قوي، بتقعد مدة طويلة. دي اللي بيرسموا بيها، دي اللي انا بستخدمها. لان انا الصبغة عامة اللي هي البيجون دي اللي انا بتاعت الحواجب بجيبها ما بتقعدش معايا خالص، لان انا صعب جدا جلدي ان هو يلقط لون صبغة. فدي احسن حاجة جابت معايا النتيجة. احط حبة صغيرين جدا، بصوا هم يا رب تكون باينة، حبة صغيرين. وبستخدم مية ثواني عشان هنبهدل، بس هما رشتين كده، وافضل ادمج فيها كويس، ادمج فيها كويس لغايه لما تبقى خفيفه كده شويه، لانها تقيله قوي. دي اللي هما بيستخدموها للرسم، اللي هما السودانيين بيستخدموها للرسم مع العرايس رسم الحنة عامه يعني. كويس، هما حبه صغيرين قوي ودي كمان كتير قوي. ابتدي اسرح حواجبي. هو انا اصلا كنت عامله ميكرو، بس بقالي كتير قوي 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 ما عدتش عليه، لان انا حواجبي خفيفه جدا. فهبتدي اسرح كده حواجبي وارسمها معاكم يعني بقى، لاني انا قدام الموبايل مش معايا مرايه. اول حاجه ببتدي باخر الحاجه كده، ثواني، كانك بترسمي بالقلم الفلوماستر او بترسمي باي حاجه. ببتدي من الاخر ومن قدام بعمل شعره شعره عشان تبقى خفيفه. انا اهو كده رسمت من قدام، هبتدي اخد لفوق كده شعره شعره، هبتدي اتقل من هنا ومن قدام على خفيف جدا، اخد الباقي في الفرشه وارفعه كده شعره شعره، لان هي بتلقط بسرعه جدا وتقيله جدا. تمام، هرسم التاني معاكم برضو. هسرح كده الحاجب الاول، وهبتدي امسح كده الفرشه وهاخد، ابتدي برضو ارسم من الاخر، وبواقي الفرشه هستخدمها قدام ان انا ارسمها. تمام، كده هاخدها على قدام، يعني كل ما الفرشه بتخف كل ما هطلع لقدام. تمام كده، وهبتدي اسحب كده لفوق ان هو يبقى على خفيف، تبان طبيعيه. انا حاسه ان ده ظبط عن ده خالص. ثواني، حاسه ان ده مظبوط عن ده، بس هي الدنيا كده اتعكت وده خلاص زمان وثبت، فهنحاول نظبط ما يمكن اصلاحه. ثانيه واحده. هو كده كده عامه كلنا عندنا حاجب وحاجب، فانا عندي ده مرفوع وعندي ده عنده اعاقه يعني. بس يلا تمام، اظبطهم على قد ما اقدر. الموقف اللي زي دي لازم مرايه فعلا قدامي. فطبعا هسيبهم شويه 10 دقايق كده وهمسحهم معاكم، لان ده نشف عن ده، فهسيبها 10 دقايق وامسحها. الحنه دي او الصبغه دي حلوه جدا جدا جدا. اولا بتندمج بميه، مش فيها اكسجين ولا فيها اي حاجه، لاني قبل كده انا استخدمت اللي هي جمانه كانت بتندمج بالاكسجين، مش حلوه خالص خالص خالص، ما بتكملش يومين وبتتمسح. دي حلوه قوي، بتجيبيها من اي واحده سودانيه او اي حد يعني سوداني، هم اللي بيبيعوها، حلوه قوي. بتقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام.
سهل قوي وانت نازله، بس بتسرحي شعر حواجبك باي واكس انت بتستخدميه، وهتفضل معاكي اسبوع او 10 ايام. ميكرو حلال في 10 دقايق وانت قاعده. ايه رايكم؟ وعامه انا بحب الغامقه لاني انا شعري اسود، والصبغه دي عامه مفيش منها غير احمر واسود، هيقلي لان انا كنت سألاها قالت لي احمر واسود اللي موجودين. فانتي الاسود عشان ما يطلعش اسود معاكي قوي ممكن ما تسيبوهوش كتير. دقايق وهمسحها معاكم. قبل 10 دقايق همسحها معاكم ميه ومنديل، بس هو ده اللي انتي هتستخدميه. همسح التاني معاكم برضو. بصوا النتيجة، هو من قدام خفيف ومن ورا هو اللي تقيل. ان هي بتبهدل الايد وكل حاجة، لازم تبقي لابسة جوانتي. طبعا انا كسلت. دي النتيجة، ايه رأيكم؟ سرحي بس بالواكس، استخدمي الواكس ثبتي شعر الحاجب. ولو بقى انت حابه ان في فراغ ولا حاجه باي قلم فلوماستر خطوط بسيطه قوي، بس هي كده مرسومه. الحنه دي سعرها من 160 ل 180 جنيه، يعني في ناس بتبيعها في حدود 160 وناس بتبيعها في حدود 180، كل واحد بيبيعها بسعر شكل عامه يعني، بس ما بتزيدش عن ال 180 جنيه. الناس اللي موجودة في السعودية موجودة في أي محل من أبو 5 ريال زي الباسم أو التوفير أو أيا كان. العلبة دي موجودة ب5 ريال هناك. حلوة قوي للرسم، حلوة قوي لرسم الحواجب لأنها بتقعد مدة حلوة قوي، يعني من أسبوع ل10 أيام. ميكرو حلال في 10 أيام. يا رب يكون الفيديو عجبكم.